ناصر القحطاني ما بكى على زوجته بعد ما ماتت، لا لا، بكى على حياته بدونها، على حياته بعدها بعد ما ماتت. وتفرق انه يبكي عليها وانه يبكي على نفسه من دونها. ترى يا صديق، ممكن يبكي عليها لانها كانت مريضة، ممكن يبكي عليها انها ماتت وهي صغيرة، لكنه يبكي على نفسه لانها هي ما عادها صارت معه. القصيدة اعتقد الكل والجميع يعرفها، لكن يا اصدقاء استوقفتني ابيات والله وبالله وتالله اذتني جدا جدا جدا. انا جحا وبكلمك على الشاعر ناصر القحطاني. الله اللي راد والعقدة قضاه اللي عقدها، لا على الدنيا سلام ولا الباقي العمر زينة. الفضاء ما كنه إلا خيمة طاحت عمدها، والفرح ما كنه إلا شيخ انقصت يدينا، والعمر قطعة زجاجة انكسرت ولا طال مدها، والعرب في العيد بدموع اليتامى مستهينة. ناصر يقول لك بعد رضا التام بقضاء الله وقدر. أحب أقول لكم إذا كان العالم هذا خيمة، بالنسبة لي إن عواميد وطناب الخيمة راحت وطاحت على راسي. والعيد لا شك إنه فرحة للكل والجميع، لكن ترى الأيتام، العيد بالنسبة للأيتام مو فرحة، العيد بالنسبة للأيتام غصة. وهنا ناصر يرمز لك إنه شعور اليتيم من بعدها ولا في أقسى من شعور اليتيم يا صديقي. يقول أنا يتيم والشوارع لفها ثوب الظلام اللي هجدها، والبيوت أطلال من عقب المحبة والسكينة، والشتاء والليل والبرد وسما يصرخ رعدها، والعيون اللي ورا الشباك مذعورة حزينة. طولوا في الكهف الأصحاب وبقت روحي وحدها، كأنها في كوكب ثاني خلا من ساكنينه. انتبهت إن السماء تصرخ بصوت الرعد. هذه الليلة ما كان رعد، ما كان صوت رعد طبيعي، لا كانت السماء تصرخ، والعيون اللي ورا الشباك مذعورة حزينة. تخيلت المشهد صورة يا صديق، تخيل انها عيون ورا شباك بس مذعورة وحزينة. مفرد الذعر استخدمها ناصر القحطاني مرة ثانية برثاء الأم. عمر الصلوات ما كانت تجيب الذعر إلا صلاة ورا الجثمان صليتها، حملتها فوق متني والأمر وردتها الحفرة اللي ما تمنيتها، هالوا عليها التراب مدورين الأجر، وأخذت لي حفنة معهم ورديتها. ترى البانك أتاك هذه أو نوبة الهلع والذعر ترى صعب جدا، شعورها قاسي، ضربات قلب قوية، شلل في التفكير، خوف وقلق. وناصر ما استخدمها مرتين عبث. يقول لك كذا شال التراب بيرميها على القبر، لكن ايش ما قدر. نرجع لزوجته. الوداع اللي بعلم العين يعبر من رمدها، والوداع اللي بلا علم القفص صدري غبينه، والوداع اللي بلا رجع علي مر ودها، والله انه غرغرة سم وسكاكين سنينه. موتها كم فاجئ والعلم عند الله ما سبقها مرض لها. ويقال يا صديقي، يقال انها توفت اثناء الولاده. عاش الجنين وماتت الام، والعنود اللي جفيت الناس والدنيا بعدها مدت الفرقه الغاليه وهي تعطي الثمينه. وينها؟ كيف تركتني؟ ليه ما جت في وعدها؟ والقمر لا طل خابرها تجي بيني وبينه. شوف الحب يا أخي، يقول كره الدنيا بعد العنود، كانت ألوان حياته، كانت النهار بالنسبة له القمر، وهو القمر كان إذا جاء وقته في نص الشهر وصار بدر كانت تجي بينها وبينه. شوف الوصف الحيوي العذري كيف يوصف زوجته، إذا كان القمر وهي فهي وبس، ما في كلام زيادة. رجاء قحطاني. والبيت الجاي يا أصدقاء هذا أقوى بيت بالنسبة لي على أقل تقدير في القصيدة. رحت أنادي وأتلمس في مهب الريح يدها، كني حصان بلا صاحب طول بيدة حنينة. هذا البيت قتال يا صديقي، يتلمسها في الهواء، هي مو في أساسا. تعرف منظر الحصان بالبرية كذا وهو يركض، ما قد شفته في ناشونال جيوغرافيك كذا بدون اسطبل بدون مالك، كيف منظره واضح عليه متشتت، واضح عليه الجموع. وهنا نرجع اني اقول لك كانت العنود هذا بالنسبة له الألوان والنهار. وبالنسبة لناصر ترى الليل بالنسبة له مو مرة جميل. الصحراء حلوة بالنهار لها ألوان، بالليل مو جميلة يا صديقي. اسمع ايش يقول: رحت أصيح الصبح وينه، والعرب ما رد أحدها، ما سمعت إلا صدى صوتي يقول الصبح وينه. كأنهم من يوم ذيك الشمس غابت عن بلدها طلعوني في النفود وسكوا أبواب المدينة. كأنهم من يوم ذيك الذاهبة محد وجدها، كل رجال من الشرها قلع في الدرب عينه، أثرها ماتت
وماتت كل فرحة في مهدها، والربيع أقفت به اللي كانت التاج الجبينة. طلعوني للنفوذ وسكوا باب المدينة. يقول أثرها ماتت لأنه مو مستوعب الفكرة بشكل كامل. ترى بعد وفاة شخص قريب أنت تكون في انتظار أنه يجي، ما تدري كيف، بس عندك يقين أنه بيجي، وهذا الشيء يصبرك. هذا اليقين أو الأمل الغير حقيقي يصبرك. أسأل الله أنه يرحم وافي ويرحم أبوي ويقول آمين. ترى منظر القبر مخيف ومهيب لما تطالع فيه وتدفن أحد، خصوصا شخص قريب. في أسئلة تجيك، يعني أنا من الأسئلة كانت تجيني أقول يعني ما أقول أخوي بيقعد هنا لوحده، طب أنا كيف أسيب؟ الشاعر حمد الهاجري يقول هاضني ورع سرى الليل يبكي ما رقد، شايف إن أمه ينهال الثرى من فوقه، يبكي يمه خابر إنها تحت غدر لحد عزتي للورع كبده قطع معلوقها. منظر القبر موحش لكنها النهاية الأكيد، الله يرحمنا برحمة. تقول آمين. ناصر القحطاني يقول في القبر جاورت عقب الحدايق حفرة مقسى لحدها، حفرة ماني مصدق كيف ضمك ياسمينة. يا الله. زار قباني يقول إن بعد وفاة أخته جاء لقبرها لقي وردة، وهنا يقول إن هي ما ماتت، هي انزرعت عشان كذا طلع في قبرها وردة. لكن ناصر القحطاني يقول للحزن فيني مثل ما للطهارة في جسدها، ويش أسوي لا فتشت اللي لها وسط الخزينة، زخرفت حلم وبنت له مسكن وسمت ولدها لو غرد ولدها في خميلة والدينا، عهدتني واظفرت بيمين أقوى من عهدها، والصبي لا خير فيه إن كان ما نفذ يمينه، ما تقع عرثاها عرق نكتظ بشهدها، ولا تبقى خلف قضبان الجفن عذرها سجينة. ما بقي الدمع يا صديقي، ما بقي الدمع، ورجفوني ما نزغت عشانها. كيف عند العالم أيام العزة محصى عددها، ولا أنا طالت شهوره، والله أعلم كم سنينة، للثرى فيها نبات وللمشي خفف نكدها، للسما فيها طيور للبحر يما سفينة، للقمر هذا مساه وللعصي هذا رغدها، للزهر هذا شذاه وللذهب هذا رنينة. حزن ناصر القحطاني غير في زي الأشياء، خصوصا أنه ما يعرف متى ينتهي من حداده عليها. كيف الناس أحصد أيام العزة 3 أيام؟ كيف هذا العدد موجود بس أنا ما أعرف متى أنتهي؟ أنا في شهور وسنين ولا زلت حزين وممكن أقعد كمان سنين، ما أعرف حدادي متى بينتهي عليها. هذه اللي حتى الذهب فقد رنينه بعدها. ولكن ناصر قدموا له عرض، هو عرض وحقه مشروع وطبيعي جدا. أي صديق كذا يجي كذا لصاحبه الأرمل ممكن يقدم له هذا العرض اللي هو نزوجك غيرها، أقلها تتسلى معاك، تلاقي أحد تسولف يا حبيبي، أقلها واحدة تتزوجها عشان تربي ولدك، لأنه أنت ما حتقدر تقوم بدور الأم والأب، فواحدة أقلها تراعي الولد. لكن اسمع، قالوا الشيخ الفلاني مرجع القوم وسندها، قال يبشر بالعوض والعلم جينا ناقلينا. شوف إيجاز ناصر، ما قال، شوف اختصاره، إيجاز، ما قال لك الناس عرفت بحزني وتناقلوه، ووصل الخبر للشيخ الفلاني وقال يبشر بالعوض. اختصرها ببيت واحد يعني، مع انه كان يمديه مطمط كذا في الاحداث، بس هي القصيدة طالعة من هنا. ساق لك بدر البدور اللي نشدها من نشدها جادل، هزت عروش وخيبت روس ذهيلة، قسمها في رسمها في جسمها إلا في رشدها، واسمها انجال الغضب قومها على للس الرطينة، اترك الناي وعطية شيخنا غنى لسعدها، وانبسط يا عم وانسى اللي ورا التربة دفينا. انسى العنود يا ناصر، جبنا لك بدر البدور اللي نشدها من نشدها، كثير طلبوها، انساها هذه اللي دفناها سوا، خلاص الميت ما يحيا والحي يبقى من الميت. يا ناصر ترى الشيخ بيزوجك، واحنا جينا نقول لكم بشركم الشيخ بيزوجك. يقول ناصر قلت والصدري تناهيد تروع من شهدها، وويلاه من يجذب على قلبي ظنينه، خلوا اغلى ذاهبه ترعى ربيع اللي فقدها، ولا عطى راعيه محد صوبه الله لا يهينه. واهين وثلاثة يا اخوان، خلوني مع حزني لان احس العنود تشاركني اياه. تخيل ماني صوبكم ولا يمكم إلا إن كان ترجعوا ظنيني هذا اللي فقدته، ترجعوا لي العنود حية ولا ماني صوب العطاء. والله لا يهينكم على عطاكم. الرسول الله صلى الله عليه وسلم عليه يقول لا يتمنين أحدكم الموت، يعني لا أحد يتمنى الموت على نفسه بسبب مرض جاء، وإن كانوا لابد يبغى يتمنى الموت يقول اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. ولأن ناصر يعرف هذا الشيء قال هذا البيت: لو ضمنت الجنة وتفاحة القلب وشهدها، قلت من بكرة عسى مجنونها تاقف سنينه. أنا بس لو أعرف أني بروح الجنة بقول يا رب خذني. كتب الحزن هذا شاكر. توكم ما شفت شيء متابعيني، عندي قصائد واجدة بتعجبكم.